هلو هلو هلو. النهارده رابع يوم العيد، هقضيه فين؟ في السينما. الصراحة كل الأفلام مش على مزاجي، يعني أنا مش حابة ولا فيلم، بس يلا زي بعضه. دخلنا بيت الروبي، مش حباه والله، يعني مش حاسة إن في حد قوي كده، بس يلا زي بعض عشان رابع يوم العيد هنمشيها. هخش الفيلم واطلع احكي لكم الفيلم بقى، ها. اراكم قريبا. هنا بقى الاعلان اهو بتاع الفيلم بيت الروبي ده. قبل ما ادخل السينما قلت اتصور بقى جنب الافيش كده بالصلاة على النبي. عيد بقى يا ولاد، عيد. ودي السينما اسمها كايرو في وسط البلد. طبعا السينمات كلها ما فيش سينما تقل عن 80 جنيه. خلاص ايا كان الفيلم، طبعا افلام كلها مش على القدر اللي انت اصلا تخشها، بس يلا زي بعض. ودخلنا بيت الروبي كده علشان اشوف. فرحان انا بالافيش قوي. هو مش حتى ما فيهوش المتعه ان انت تبص له يعني تاخد فكره عن الفيلم كده، تحس ان هو يعني سوري ليس له قيمه. كل الناس كانت واقفه. دخلت اهو، بدأنا. يعني قعدت والله يعني ساعه الا ربع كده او نص ساعه اتفرج على الفيلم علشان بس اطلع حاجة افهمها، او حاجة مسلية، حاجة مبهرة، حاجة تشدني في الفيلم. ما لقيتش. فيلم ما ينفعش ان هو يتعمل فيلم سينما، هو ينفع يتعمل مسلسل من طوله ومن المط ما فيهوش تمثيل، ما فيهوش حتى افيه حلو يعني. انا ما انصحش حد ان هو يدخل بيت الروبي الصراحة. وفيلم مش حلو. انا خرجت من الفيلم بعد نص ساعة وما كملتوش على فكرة. ادي صورتي وانا بقى في الاتوبيس ومروحه. بص انا زعلانه ازاي، او مش طايقاه صراحه. باي باي.